إزاي تتغلب على متلازمة المحتال؟ معظم أصحاب الbusiness ومعظم الناس الناجحين، الناس اللي عملوا نجاحات كبيرة جدًا في الحياة، كانوا مُصابين بمتلازمة اسمها متلازمة المحتال، وهو إنه بيكون عنده شعور إن هو الفلوس اللي الناس بتدّيها له هي مش من حقه، وإن هو يعني باختصار هو بينصب على الناس، وإن هو مستكتر على نفسه الفلوس اللي الناس بتدّيها له، أو هو حاسس إن هو ما عندوش قيمة أصلًا يقدّمها للناس مقابل إن هم يدفعوا له الفلوس، فبيقرر وقتها إن هو أصلًا ما يظهرش وإن هو أصلًا ما يشتغلش. طيب إزاي نتغلب على هذه المتلازمة؟ في مقولتين بخصوص متلازمة المحتال دي. في حد مشهور كده جالها، أنا مش فاكر اسمه، ولكن هو جالها بسبب الراجل بتاع أمازون. الراجل بتاع أمازون ده كان أعتقد إن هو كان مُصاب بملازمة المحتال، وبعد كده قدر إن هو يتغلب عليها، ومعظم أصلًا الناس اللي هم المشهورين عالميًا في مجال الbusiness كانوا مُصابين بالمتلازمة دي. فلو أنت عندك الشعور ده فده شيء طبيعي، وبالنسبة لي ده شيء مبشر إن أنت لو تخطيت الموضوع ده، فأنت هتقدر إن شاء الله تحقق نجاحات كبيرة. المقولتين دول بيقولوا إيه، إن أنت عشان يعني تتلاشى انتقاد الناس، فأنت لا تفعل شيء ولا تقول شيء. يعني أنت لو مش عايز حد ينتقدك ما تقولش حاجة وما تعملش أي حاجة. المقولة التانية بتقول إن أنت سواءً كنت بتعمل حاجة صح أو حاجة غلط، هتلاقي ناس بتنتقدك. لو أنت عامل محتوى، المحتوى ده قيّم وفيه قيمة فعلًا ومحتوى محترم ما فيش أي حاجة غلط، هتلاقي ناس بتنتقدك. لو أنت عامل محتوى، المحتوى ده ما فيش قيمة ومثلًا هزلي أو مثلًا فيه شيء غلط أو فيه شيء حرام، هتلاقي برضه حد ينتقدك. فالمقولتين باختصار إن أنت عشان تتجنب النقد ما تعملش حاجة، وما تقولش حاجة، و سواء أنت بتعمل اللي أنت بتعمله ده بشكل صحيح أو بتعمله بشكل غلط، فتأكد إن في ناس هتنتقدك. إيه الخطوات اللي أنا من خلالها أقدر أتغلب على ملازمة المحتال؟ أول خطوة اسمها بيسموها المصادقة، أو إن أنت تصدق في الحاجة. في صورة شهيرة اللي هو مؤسس أمازون، إن هو قاعد في مكتب بسيط جدًا، في أوضة بسيطة جدًا، وعامل جايب قماشة بيضا وكاتب عليها كلمة أمازون ب بلوجو كاتبها بشكل معين، يعني بفونت كده معين أو بطريقة معينة، وكان مصدق إن الشركة دي في يوم من الأيام هتكون شركة عالمية. يبقى أول خطوة إن أنت تصدّق نَفْسك وتصدّق الحلم بتاعك، تمام. يبقى أول خطوة المصادقة. طيب الخطوة التانية وهي إن أنت ما تهتمش أصلًا بالناس اللي بينتقدوك، ما تهتمش أصلًا بالناس اللي كارهينك. أنا مثلًا لمّا بالاقي مثلًا شخص يعني خلاص وصل لمرحلة إن هو يعني بينتقد انتقاد شديد، وإن هو بينتقد أحمد مش اللي بيعمله أحمد، أو في كُره، لو social باعمل له بلوك. لو هو موجود في الحياة باتجنب الشخص ده تمامًا، بابعد عنه تمامًا، ما بادخّلوش بيتي، ما باتعاملش معاه، ما باروحش الأماكن اللي هو بيروحها، لإن الشخص ده أنا عندي اعتقاد إن هو في طاقة داخلية عنده، طاقة الكره دي، بمجرد ما أنا هاجرّب منه الطاقة دي هتأثّر عليَّ بالسلب. يبقى أول خطوة صدّق الحلم بتاعك وصدّق نَفْسك. الخطوة التانية إن أنت ما تهتمش أصلًا بالناس اللي بينتقدوك، وما تهتمش أصلًا بالناس اللي بيكرهوك، وابدأ إن أنت ابعد عنهم وتلاشاهم. الخطوة التالتة وهي ابدأ. الخطوة التانية هي ابدأ، ابدأ فعلًا اشتغل، ابدأ أسِّس الشركة، ابدأ اعلن عن خدماتك، ابدأ اعلن عن كورساتك، اشتغل، ابدأ إن أنت تسوّق لنفسك، ابدأ اعمل فيديوهات، ابدأ اعمل إعلانات، ابدأ اعمل محتوى، ابدأ انزل الشارع، ابدأ احصل على وظيفة، ابدأ اتعلم، ابدأ خُد كورسات. يبقى الخطوة التالتة هي إن أنت تبدأ فعلًا. الخطوة الرابعة وهي اصنع شيء مفيد. ابدأ إن أنت فعلًا لو عامل كورس، اعمل كورس مفيد فعلًا. لو أنت بتعمل محتوى، قدّم محتوى مفيد فعلًا. لو أنت بتقدّم خدمة، قدّم خدمة مفيدة فعلًا. الخطوة الخامسة وهي الخطوة الخامسة اهتم بعملائك، اهتم بالناس اللي بيدفعوا لك فلوس. أنا مؤخرًا آخر 3 سنين بقيت أعمل كده.
صراحةً بقيت أهتم بالعميل فعلًا اللي بيدفع لي فلوس، ويدفع لي فلوس كويسة مقابل القيمة اللي أنا باقدّمها، وعندي الناحية التانية عُملا فعلًا كويسين وراضيين وبيدفعوا لي الفلوس اللي أنا محتاجها، فأنا باهتم جدًا، جدًا، جدًا بالعُملا اللي بيدفعوا لي فلوس. يبقى صدِّق نَفْسك، ما تهتمش بالكارهين، ابدأ فعلًا اصنع شيء مفيد، اهتم بالعُملا اللي بيدفعوا لك فلوس. يبقى ده باختصار إزاي أنا وإزاي غيري وإزاي ناس موجودين فعلًا حوالينا في السوشيال ميديا أنا أعرفهم معرفة شخصية وأنت تعرفهم، إزاي أنا ساعدتهم إن هم يتغلبوا على متلازمة المحتال، لإن هم ما كانوش عايزين يتكلموا على السوشيال، ما عايزينش يطلعوا على السوشيال، ما عايزينش يعملوا محتوى، ما عايزينش يعملوا الكورسات بتاعتهم، ما عايزينش يعملوا الخدمات بتاعتهم، مكتفيين بشغل الfull time. إيه هي الخطوات اللي أنا عملتها على نفسي واللي أنا طبّقتها مع الناس دي، ومن خلالها قدرنا نتغلب على متلازمة المحتال، أو أنا باسميها التغلب على متلازمة المحتال وذبح الكارهين. إزاي إن أنا الناس الكارهين اللي هم بيسحبوني لتحت، إزاي أنا أذبحهم. أذبحهم بإيه؟ بإن أنا أصدق نفسي، إن أنا أبدأ إن أنا أقدم للناس شيء مفيد، إن أنا أهتم بالعملا بتوعي اللي هم بيدفعوا لي فلوس. أنا أحمد الجمال، والفيديو ده فيه قيمة فعلًا، والفيديو يساعدك. أتمنى إن أنت تعمل اشتراك وتتابعني وتشوف التعليقات. أنا أحمد باساعد الناس إن هم يبنوا online business، يحصلوا على عُملا، يزودوا مبيعاتهم.